السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، تحية لكم جميعا. معكم أخوكم أحمد الريفي من مدينة طنجة. نحيي جميع المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، ونهنئ جميع المغاربة بفوز المنتخب المغربي. هنيئا لكل المغاربة من طنجة إلى القويرة. تحية لرجال الأمن على المجهودات ديالهم اللي كيبذلوها، لأن المغاربة كاملين حقيقة محتاجين لمن يسعدهم ويفرحهم. احنا كنتواجدوا في ساحة الجامعة العربية المعروفة بالرياض ديال تطوان، اللي هي حقيقة يعني منظر رائع جدا كما ترون. يعني هذا النفق اللي كيؤدي للنجمة وكيؤدي لساحة يعني الشاطئ، فكما ترون يعني فرحة عارمة لسكان مدينة طنجة. تحية للأسود الأطلس حقيقة اللي أبانوا عن القدرات ديالهم. بهذه المناسبة قلت كنهنيو جميع المغاربة من طنجة إلى القويرة، والمغاربة اللي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. ثم أيضا هذا الفوز نهديه لكل الشعوب العربية اللي ساندت المنتخب المغربي وشجعاته، أو الأشقاء ديالنا في مصر العربية، الأشقاء ديالنا في الجزائر الشقيقة، إخواننا الجزائريين اللي شجعوا المنتخب الوطني المغربي واعتبروه بأنه هو المنتخب ديالهم أيضا، مشكورين. ثم أيضا الشعب الأردني والشعب الفلسطيني الأبي، كل الشعوب العربية، شعب قطر شعبا وحكومة، الشعب العربي السعودي الكويتي القطري العراقي البحريني العماني السوداني، كل الشعوب العربية. نعلم جيدا بأن الشعوب العربية كانت تشجع المنتخب الوطني المغربي، وهذه فطرة في كل الأعراب حقيقة، لأننا نحن بدورنا المغاربة نشجع كل المنتخبات العربية. عندما تأخذ مباريات مع الخصم نشجع، طبعا سأكون مع المنتخب العربي، ما نكونش ضد أي منتخب عربي كيفما كان. فمزيد من التألق للكرة العربية في هذا المونديال، في هذا الحفل العالمي اللي بغينا نقولوا، وخاصة هذه لأول مرة يعني كأس العالم يتم تنظيمه في دولة عربية، وعلى المنتخبات العربية أن تبرهن على وجودها وعلى علو كعبها. فنتمنى التوفيق. الخوف المغربي شريف ان شاء الله كان يتعاقصوا معه. نتمنى الفوز للمملكة العربية السعودية في المقابلة القادمة، كذلك لتونس الشقيقة. ونتمنى أن تزدهر الكرة العربية في هذا المونديال إسوة بالتنظيم المحكم لدولة قطر الشقيقة، حقيقة التنظيم الرائع. بهذه المناسبة كنقدموا كل الشكر لدولة قطر الشقيقة اللي مثلت أحسن تمثيل الأمة العربية والإسلامية في هذا المونديال، وأعطت درس في الأخلاق والقيم وفي الحضارة الإسلامية العربية. مشكورة دولة قطر شعبا وحكومة. ونتمنى دائما قلت التألق للرياضة العربية في كل المحافل الدولية. لازلنا معكم في مدينة طنجة، ننقل لكم الأجواء الرائعة جدا، وهذا احتفال رائع. كل الأسر، كل العائلات، وخاصة اليوم هو يوم عطلة، يوم الأحد، يوم عطلة في المغرب. خليكم مع هذا المشهد الرائع.
السلام عليكم. ارتسامات ديالك بفوز المنتخب المغربي ان شاء الله غنمشيو النهائي واخا تبان مع الكاميرا ماشي مشكل. النهائي حنا كاملين دابا الحمد لله. المهم انت سعيد انت وليدات الاسره كامله. هذه هي الفرحه للجميع ان شاء الله. شكراً. شكراً. امين. كما ترون ان المغاربه هم جد سعداء هذا الفوز. خليكم معنا. هذا ما هو الا واحد الشارع من شوارع مدينه طنجه اللي كيعرفوا نفس الاكتظاظ، نفس الحركه. قلت باللي ان كل المغاربه هم سعداء حقيقه. اشتقنا لهذه الاحتفالات. اليوم حنا جد سعداء بالمنتخب ديالنا. لما كنقولوا المنتخب فهو المنتخب وطني لكل المغاربه. لهذا الفرحه كتعم من طنجه الى القويره، فرحه عارمه. كل المغاربه جد سعداء بهذه المناسبه. غناخذ الابتسامات ديالك فيما يخص الفوز ديال المنتخب الوطني المغربي. انا فرحانه بزاف المنتخب ديالنا حمر لينا وجهنا والحمد لله فرحانه بزاف. وكنتمنوا له الفوز في المقابله القادمه ان شاء الله. فوز جميع المباريات. شكرا. فيفا المغرب، فيفا المغرب. قلت باللي ان ارتسامات ديال المغاربه ابتسامات جد مؤثره. لازلت في وسط السيارات حقيقه. الكل يتسامح مع بعض اليوم. خليكم تشوفوا يعني شارع يوسف بن تاشفين الى باب ديال الميناء، كذلك شارع بيتهوفن ايضا. كل الشوارع في مدينه طنجه، كل الشوارع تاع اصحاب الدراجات الناريه. مبلغ تحياتي الرفيق. كما ترون مشهد رائع جدا، مشهد رائع. أجواء رائعة كما قال هذا الشاب. أجواء رائعة بمدينة طنجة، أجواء رائعة بمدينة طنجة. نكتفي بهذا القدر ونرجع في تسجيل ثاني إن شاء الله. نحن معكم من مدينة طنجة.